90% من الناس اللي شغاله في مجال البيع فاهمين البيع غلط. ازاي؟ انه مفكر انه البياع الشاطر هو اللي بيعرف يتكلم. انا بقول لك العكس. اتعلم تسمع. البياع الشاطر هو اللي بيسمع. اتعلم تسمع عشان تفهم مش عشان ترد. اتعلم تسمع عشان تستوعب مش عشان تحكم. اتعلم تسمع عشان تاخد المعلومة وتوظفها لصالح العميل مش عشان تطبل للعميل او تنتقده او تستعرض عضلاتك عليه. العميل مش دايما محتاج اجابة، اوقات بيكون محتاج انك تسكت وتفهمه. والسمع فن. اسمع عشان تسمع مش عشان يبقى عندك رد فعل. ولو معرفتش تسمع صح عمرك ما هتعرف تبيع صح. وانا بستغرب جدا جدا من الناس اللي العميل يكلمه يقول له والله انا عندي 3 اولاد، يقول له ممتاز يا فندم ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم، انا عندي المشروع مطل على 1 2 3. طب عندي 3 اولاد اللي هو قالها دي انت استفدت منها ايه؟ انت بتسمع وخلاص، انت مجهز الرد قبل ما هو يتكلم؟ ده ما ينفعش. دايما كل معلومه تاخدها من العميل يا تسجلها وراه عشان بعد كده تحطها في الحوار، او ترد عليها في وقتها لو هو سكت بدون مقاطعه. قال لك انا عندي 3 اولاد، قول له يبقى الوان بدروم اللي احنا اخترناها لحضرتك دي لو انت عايزها للسكن اعتقد مش هتبقى مناسبه، ممكن ننزل بالمنطقه شويه بس نروح على حاجه 2 بدرومز يكون فيها مساحه اكبر، او 3 بدرومز عشان يبقى فيها مساحه اكبر عشان اولاد حضرتك. مش تسمع منه تبقى مجهز الاجابه. والله انا شغال في جبل علي، شيء ممتاز جدا جدا، تعال اما احكي لحضرتك عن الفاسيلتيز والامينيتيز اللي في المشروع. يا راجل هو بيقول لك انا شغال في جبل علي، نروح نختار معاه حاجه جنب شغله ولا تعتبر نفسك ما سمعتش اي حاجه من اللي هو قالها وتروح تقول له تعال اما اقول لك الفاسيلتيز والامينيتيز، تعال اما احسب لك الار او اي بتاع المشروع. يا عم مش عايز ار او اي، هو الراجل بيقول لك معلومه عشان انت بناء عليها تقول له شغلك جنب جبل علي ممتاز جدا، يبقى احنا كده محتاجين نروح لحاجه قريبه من المكان ده بحد اقصى تبعد عنه 15 دقيقه وتبقى منطقه جاهزه. او والله حضرتك انا هبدا اشوف لك 1 2 3، بس تبقى اجابه بيزد على المعلومه اللي هو قالها لك، مش تسيبه يقول وتقول له ما شاء الله ممتاز، شغلك جنب جبل علي ده شيء رائع جدا جدا جدا، تعال اما احكي لك عن كذا. تمام؟ فمهم انك تعرف تسمع بفن، ومش تسمع انك تسكت وخلاص، لا تسمع عشان تستوعب، عشان المعلومه اللي بتسمعها من العميل تروح تديله قصادها يا معلومه تانية يا خدمه يا جزء في صناعه القرار الاستثماري او السكني اللي هتاخده معاه.